ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده هنعمل مع بعض اطعم والذ كيكه ممكن تجربوها، وهي كيكه البرتقال. ناعمه كده وخفيفه وبتدوب في البق. هنعملها مع بعض باسهل وابسط طريقه من غير لا مضرب ولا خلاط، مش تاخد معاكي وقت اكتر من 5 دقايق. هتطلع معاكي كده كيكه هشه ونافشه، وتطلع معاكي في منتهى الجمال. سمي الله ونصلي على الرسول. لسه اول مره تتابعيني، يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. في الاول كده اول خطوه هنجهزها وهي المواد الجافه. معايا هنا كوبايتين ونص من الدقيق، هنخل عليهم 3 معالق كبار من النشا، وهنزل عليهم بكيس كيك شيف. عايزه اقولك ان الدقيق بتاعي دايما خل مرتين قبل كده. اهم حاجه ندخل الدقيق بدل المره 2، لان ده بيدي هشاشه حلوه جدا للكيك. هقلب بقى كل المواد الجافه دي كده مع بعضها، بحيث البيكنج باودر يدخل كده في كميه الدقيق بتاعتي كلها. هسيب بقى المواد الجافه دي كده على جنب. هجهز معايا الصينيه بتاعتي. طبعا تقدري تستخدمي الصينيه مدوره او مستطيله المتوفر بالنسبه لك. انا هنا استخدمت بس البايركس عشان تكون واضحه بالنسبه لنا. لو هتستخدمي الصواني المدورة تقدري تستخدمي الصينية الوسط، مقاس 26 أو 28. ولو عندك طقم الصواني اللي هو التلاتة المستطيل برضه هتستخدمي الصينية الوسط. أنا كده بطنت الصينية بتاعتي بمكعب كده من الزبدة، وهديلها كده رشة من الدقيق. وعايزة أقولك إن الزبدة بتديلها لون حلو جدا، وبتديلها في نفس الوقت طعم حلو. أنا طبعا هتخلص من كل الزوايد بتاعت الدقيق، وبكده الصينية بتاعتنا تكون جاهزة. هنجهز هنا بقى المواد بتاعتنا. معانا هنا البولة هنزل فيها ب3 بيضات. البيض بتاعي بدرجة حرارة الغرفة. ومعايا هنا طبعا طالما كيكة برتقان فانا حبيت استخدم المرة دي الفانيليا البرتقان. عايزة اقولك ريحتها فظيعة جدا بجد، خلت ريحة الكيكة في منتهى الجمال. هنزل هنا بكوباية وربع من السكر، وكمية السكر هنا مناسبة جدا. تقدري طبعا تستخدمي من كوباية لكوباية ونص، بس انا بصراحة بفضل انها كوباية وربع لانها كده احلى. لان السكر الزيادة بيخلي يعمل كده حبيبات ونقط سودة في الكيكة بتاعنا من فوق. انا هنا استخدمت المضرب اليدوي، هفضل كده اقلب كده لغايه ما اللون بتاعنا يفتح، لغايه ما اوصل للقوام اللي انت شايفاه معايا ده. كده طبعا السكر مش هقولك ان هو ده بنسبه 100%، لا هو يعني بنسبه 70%. ومع التقليب في كل مره هيكون داب معانا للاخر. معايا هنا كوبايه من عصير البرتقال، ومعايا هنا بشر برتقانه. البرتقال بتاعي طبعا عصير ده فريش، ما فيش عليه اي اضافات ولا اي سكر. يعني دول حوالي عصير 3 برتقانات. هقلب ده كله كده مع بعض. وطبعا انا هنا مستخدمه كوبايه الشاي العاديه خالص، مستخدماها في كل المواد اللي انا مستخدماها النهارده. دي متوفره في كل بيت. ولو هتستخدمي اي كوبايه فيا ريت نوحدها تكون متوحده كده لكل المكونات بتاعتك. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها. انا نزلت هنا بكوبايه الا ربع من الزيت، واهم حاجه الزيت بتاعك يكون نوع نضيف، ويكون لونه كده لون فاتح. انا هنا هنزل بالدقيق، وكده انا بنخل الدقيق بتاعي للمره الثالثه. هنزل كده بقى بالدقيق على دفعات، بحيث ان هو مش يخرز معايا او يكتل معايا وانا بقلبه. وعايزه اقول لك حاجه بخصوص الكيك شيف والبيكنج باودر. انا عملت الكيك ده قبل كده بالبيكنج باودر، كان ابني كده جايب لي كيس، فحبيت ان انا استخدمه. بس بصراحه طلع معايا الكيك بتاعي طلع غامق قوي، فيعني انا ما حبيتش الشكل بتاعه خالص. فلما جربته برضو بالكيك شيف، لا اللون ظبط معايا. هو طالع هشه ونافشه وجميله وكل حاجه، بس لا كان لونها غامق جدا. فبرضو انت لو هتستخدميها فبلاش بصراحه بيكنج باودر. الكيك شيف بيديلها قوام حلو جدا وبيديلها لون حلو. انا هقلب بقى الدقيق بتاعي كده في اتجاه واحد، وكل شويه بوقف وبنزل كده الجوانب عشان مش عايزه اي دقيق يكون كده معايا. انا بقلب لغايه مش عايزه اي تكتلات من الدقيق خالص وكله يختفي. هنزل هنا باخر حاجه من الدقيق، واقلب كويس جدا. انا طبعا في الوقت ده الفرن بتاعي كان شغال على درجه حراره 180. طبعا لو فرنك بيشتغل فوق وتحت تقدري تشغليه فوق وتحت، بس اول ما تدخلي الكيك هتصفي الشوايه من فوق. انا الفرن بتاعي بيشتغل من تحت الاول، فانا كنت مشغلاه على درجه حراره 180. طبعا هندخل الكيك على رف اوسط. طبعا هتلاحظي معايا كده ان قوام الكيك معانا تقيل، فاحنا هنعمل اضافه دلوقتي هتخليه يظبط معانا القوام ده.
هننزل هنا بنص كوبايه من الميه السخنه، ميه مغليه سخنه. عايزه اقولك بتفرق جدا في الكيكه بتاعتك، هتخليها تطلع معاكي مظبوطه كده، هشه ونافشه وجميله. هنقلب بقى كميه الميه دي. انا طبعا سبت شويه لسه هنزل بيهم، بس مرضتش انزل بنص الكوبايه مره واحده. هتلاحظي اصلا ان قوام الكيك بيفتح معاكي مع التقليب. عايزه اقولك ما تقلقيش من الميه السخنه دي، بالعكس هتدي الكيكه بتاعتك هشاشه كده وطراوه، تطلع معاكي حلوه جدا. هتلاحظوا اصلا مع التقليب ان القوام الكيك بدأ يظبط معاكي ولونه يفتح. انا كده خلاص قوام الكيك بدأ يظبط معايا. انا بس بعد ما اخلص من الميه السخنه مش هقلب بقى كتير، كفايه جدا كده تقليب، عشان بس ما اخرجش الهواء بتاعي اللي انا دخلته في الكيكه. كده القوام بتاعي بقى مظبوط. هنزل طبعا كل الجوانب دي، واتاكد كده ان مفيش اي تكتلات من الدقيق. جيب بقى الصينيه بتاعتنا وانزل بالكيكه بتاعتي. عايزه اقولك قوامها مظبوط جدا وريحتها خطيره. اضافه الفانيليا للبرتقال على فكره فرقت جدا في الريحه بتاعتها. طبعا لو مش متوفره تقدري تستخدمي اي نوع فانيليا بالنسبه لك، باودر او سايله المتوفر. بس هي كانت متوفره عندي فحبيت استخدمها، بما انها كيكه برتقال بقى فحبيت ان انا ازود النكهه بتاعتنا. الكيكه بتاعتي اول ما بتدخل الفرن طبعا بسيبها على الاقل 35 دقيقه، مش بفتح عليها، وبعد كده بختبرها كده بخله. طبعا لو لقيتها خدت لون تمام من تحت ولسه ما خدتش لون من فوق، فبشغل لها الشوايه. انا بصراحه ما شغلتش الشوايه، هي طلعت معايا كده واخده لون من فوق واخده لون من تحت. كانت كده في منتهى الجمال بصراحه. طبعا المفروض ان احنا نستنى على الكيكه بتاعتنا كده لغايه ما تبرد، ما تقطعهاش دلوقتي خالص. بس انا بصراحه ما قدرتش اصبر، اول ما طلعت كده انا قطعتها، كانت لسه سخنه جدا. فانت طبعا ما تعمليش الحركه دي، انت تستني كده لغايه ما تهدى كده من حراره الفرن، وتهدى خالص عشان تعرفي تقطعيها وتطلعيها من الصينيه. عايزه اقولك لونها خطير، والريحه بتاعتها كانت في منتهى الجمال بصراحه. بشر البرتقال مع العصير مع الفانيليا البرتقال مخليه الريحه بتاعتها في منتهى الجمال. عايزه اقولك هشه جدا جدا. بصي الدخان اصلا لسه طالع. انت طبعا ما تعمليش كده، انت استني عليها لغايه ما تبرد. يا رب الوصفه كده تكون سهله وتعجبكم، واتمنى كده يا رب تجربوها، واشوف رايكم ان شاء الله في الكومنتات. يا ريت بقى ما تنسيش تعملوا لايك واشتراك عشان تشوفوا كل وصفاتنا باذن الله، واستنونا ان شاء الله في وصفات تانية جايه جديده، واشوفكم على خير.